السؤال ده يتسأل لمحمد. ازاي بتستحمل الضغط وانت بتلعب، خصوصا ان العالم كله بيبقى بيتفرج عليك؟ في الاولمبياد اخر ماتش ضد بتاع فرنسا انا ما حسيتش بالضغط طول البطوله خالص. الا لما كنت بلعب في دور الاربعه مع الولد بتاع انا عايز اقول فرنسا. لك ان اساسا ان ساعتها يعني السؤال ده سالته لك عشان ساعتها واحنا بنتفرج على الماتش بتاع فرنسا سمع ده. صوت الناس. ايوه انا سامع صوت الناس وبقول لهم، يعني انا كنت بقول لهم ان اساسا محمد بيحب الحاجات ايوه دي. ايوه ايوه. عشان كده بقول لك ان السؤال ده يتسال لك، لان انا كنت عايز اعرف ايه اللي بيدور في دماغك ساعتها، وايه اللي انت كنت يعني بتفكر فيه. لان انا بقول لك انت بتلعب مع واحد من فرنسا وكان لسه كسبانه من شهرين وطلعته في اول دور في الاولمبياد اللي فاتت. فقلت لهم بصوا محمد بيحب ايوه انا كنت الحتة برضه دي. هم كانوا بيقولوا لي اهدى وما تخليش الجمهور يأثر عليك ومش عارف ايه وكده. بس انا قلت لهم يا جماعه ما تقلقوش، انا بحب الناس تزوم عليا يعني زوموا زوموا وانا هوريكم فاهم. بس بصراحه الماتش هو بقى يعني الماتش اعتقد انه ما اثرش عليا، بس اثر على اللعيبه اللي قدامي بالايجاب مراحل. انت زي ما قلت انا لعبته مرتين وكسبته، بس في البطولة دي وسط كل الجماهير دي احنا كان في تقريبا في الصالة حوالي 20,000 وكلهم بقى طابعين صور ووش ومش عارف ايه هم اصلا تحس ان هم كانوا مستنيين الماتش بتاعك انت وهو. أيوة. يعني هم دون عن البطوله كلها ما ولا يهمك ده ميداليه ولا مش ميداليه، بس هم عايزين الماتش بتاعك انت وهو اساسا. بس هو بصراحة الماتش ده هو كان بيلعب احسن من اي مرة لعب فيها بسبب الجمهور. انا كنت بارد بصراحة، بس ممكن نجي مع الخبرة، مع خبرة البطولات ممكن عشان كده اتعودت على الضغط. بس الماتش الثالث والرابع بقى كمان هو كنت حاسس الناس بتشجعني انا يعني بعد اللمسة كمان لما جبتها وجريت وكده الناس كانت معايا، ولما رحت عملت السي كلها بتاع. ايوه لان انا لسه حتى كنت كنت بتكلم مع دكتور سيد باباك في القصه بتاعت ان اولمبياد شباب 2018 كان نفس السيناريو ده بالظبط. انا لسه متفرج على الماتش من يومين والله العظيم، لسه متفرج عليه من يومين. كنت برضه بتلعب على ثالث ورابع، ويعني بس ساعتها قدر الله ما شاء فعلا خسرت على لمسه برضه بنفس القصه، لمسه قرعه وبتاع. ونفس بس انا كنت متاكد يعني 100% ان مستحيل السيناريو يكرر. الحمد لله الحمد لله يعني ان هو عدى على كده. قعدت تحضر قد ايه للاولمبيكس؟ مين؟ انت. هو اتكلم بقى شويه، اتكلم انت. قعدنا نحضر قد ايه للاولمبيكس. هو المعروف طبعا ان انت بتحضر للاولمبيكس من الاولمبياد للاولمبياد. بس يعني سبحان الله التحضير المره دي كان يعني انا كنت قعدت في الاصابات اكتر ما قعدت التحضير للاولمبياد يعني. هو الحمد لله طبعا من ساعه طوكيو، وكمان المسافه المره دي كانت 3 سنين ما بين الاثنين مش 4. كتفك اتخلع طبعا. بالظبط، فكتفي اتخلع دي بتذلني اتخلع. لا يعني قصدي يعني وقفتك شويه الاصابه. يعني هو كتفي بالظبط يعني ما فيش. احنا جينا نبتدي السيزون بقى الجديد اللي هو بعد الاولمبياد، هنبتدي السيزون ده نلعب. مفيش قبل البطوله بالظبط بحوالي 3 اسابيع كتفي اتخلع، ورحت عملت العمليه في المانيا وما لعبتش السيزون كله. لعبت اخر بطوله في السيزون كانت بطوله العالم وجيت فيها خامس. وجينا السيزون اللي بعده يعني الحمد لله خدت اول في كاس عالم، وبعد كده ثالث في البطوله اللي بعدها، وبعد كده راح ما وقعت من الحصان تاني، كتفي اتخلع تاني قبل اخر بطوله في السيزون. وبعد كده جينا نفس السيناريو بتاع السنتين اللي قبله سبحان الله يعني. في بطوله العالم من شهرين قبل الاولمبيكس، بعد ما كنت واخد برضو اول وثالث يعني كنت ماشي اول التصنيف العالمي. جينا في بطوله العالم كتفي اتخلع في السلاح وما كملتش البطوله، فكانت قبلها بشهرين. فزي ما بقول لك التحضير كان سبحان الله يعني كنا بنحاول كل شويه. قضينا في الرهاب والفيزيو وقت اكبر ما قضينا في التحضير بتاع البطوله. بس الحمد لله يعني كنا الحمد لله جبت الذهب. الحمد لله والله يعني والله الواحد كان يعني بعد البطوله طبعا كان زعلان جدا ان هو ما كملش بطوله العالم بسبب الاصابه دي. بس بيقول سبحان الله يعني الواحد كان ممكن يكسب. بالظبط دي رساله للناس ما تعرفش الخير فين. بالظبط انت ما تعرفش الخير فين. كان ممكن الواحد يكسب في بطوله العالم وبعد كده يجي بقى في الاولمبيكس لا قدر الله ممكن يحصل حاجه. فالحمد لله هي جت في بطوله العالم يعني. ساره احكي لنا عن نظام يومك في باريس كان عامل ازاي؟ نظام يوم في باريس، نظام يومنا كلنا في باريس كان عامل ازاي؟ عشان انت رحتي قعدتي من الاول خالص يعني. احمد راح عشان العالم ورجع المعسكر بعدين رجع اللعب، لكن انت من الاول للاخر من الافتتاح للاختتام. يعني انا ما كانش ينفع ارجع تاني علشان احنا بناخد وقت عبال ما نعمل اللي هو الريكفري والحاجات دي.
وكمان باخد وقت ان انا اتاقلم على المكان، فكان لازم اصلا هو كده كان طب ايه رايك لازم بقى في إن إحنا موضوع الاكل في القريه؟ الناس كلها كانت مش عاجبها الموضوع هو الاكل يعني ما كانش يعني بالنسبه لي ما كانش اللي هو سيء قوي، يعني كان في حاجات ينفع تتاكل عادي. انت كنت بتروحي فين، المطعم الرئيسي؟ لا كنت بروح الصغير. الصغير. يعني الاقرب، يعني مش لسه همشي كل ده. بس انا يعني انا اصلا من النوع اللي انا في اي مكان يعني بحب اتاقلم بقى، الاكل، النوم، حتى يعني اي حاجه، المهم اهيئ نفسي للتمرين وللبطوله. علشان كام يوم قبل البطوله؟ لا انا كنت بتمرن كل يوم، وفي كم مرة ايام في اليوم مثلاً؟ مرتين في اليوم. يعني انا اصلا ما طلعتش من القريه غير يوم اللعب بتاعي على اللعب وبس. انا مره ساره بقى اللي قابلتها في القريه بالصدفه كده وانقذتني من حليمه. هي لعيبه رفع اثقال برضه. ايوه انا عارفها ما شاء الله يعني. فانقذتني مره منها، ثبتتني عشان تاخد مني بنزات بتاعتها. فلقيتها ساره هي اللي انقذتني منها بصراحه، فيعني الحمد لله كانت موجوده ساعتها. اختار واحده. لو في كومنت نيجاتيف على السوشيال ميديا بيأثر عليك؟ هو انا في البطوله ما بفتحش خالص. ممكن اكلم مامتي، ممكن اكلم المعيد النفسي، وممكن ما احتاجهمش كمان. بس طول البطوله انا قافل الموبايل، سماعاتي، لغايه بعد البطوله بضحك بقى. ده ضحك. يعني انا ومحمود ومحسن الفرقه كلها بنفتح كده بقى بعد نشوف بقى الشتايم، الكومنتات، الضحك. ده حقيقة. كنت لسه بقول للجندي كان في بوست معمول عليه مهندس وبطل اولمبي ومش عارف ايه. الله يكون في عون ابن خالته. لا انا بقول لك اصلا، لان برضه انا كان نفس القصه كده ساعه اولمبياد طوكيو. كنت انا في اول يوم في السلاح، كنت ماشي 15. فانا الحمد لله شفت بقى البوست او الحاجات اللي على الفيسبوك والانستجرام بعد ما خلصت. أيوة. لان انا كنت قافل، لان طبعا بعد ما كنت 15 دي لحد ما انا قعدت الم لحد ما وصلت تاني في اخر يوم بعد الجري والرمايه. بس اتشتمت بقى في أيوة. اليومين بتوع اللعب دول، كميه شتيمه. يعني الواحد لو انا فعلا شفت كومنت على محمد بيقول هو فرحان قوي كده. ايوه انا كنت برونز. لسه اقول انا جايب برونز ومشتوم والله. يقول لك هو بيفرح هو فرحان قوي كده برونز. دي ميداليه يا جماعه. يعني طب ده انا حظي حلو بقى ان انا يعني جبت الذهب الحمد لله، جبت رقم عالمي واولمبي جديد. الا لو كنت جبت الذهب بس كان هيقول لك طب ما هو يعني فرحان ليه ما كسرش الرقم. انتوا الاثنين جاوبوا على السؤال ده عشان دي تاني ميداليه ليكم انتوا الاثنين. كان ايه شعوركم اول ما مسكت الميداليه؟ يعني انا كان شعوري اول ما مسكت الميداليه، اول ميداليه اولمبيه، فرحان قوي. ما شفته قعدت اجري في الصاله واعمل. بس انتوا بقى كتاني ميداليه كان ايه شعوركم بعد ما مسكتوا الميداليه؟ انا اول ميداليه كنت عامله زيك كده، كنت مبسوطه قوي. انا بقول على اول ميداليه. انا ما كنتش اول ما قالوا لي يعني انا كسبت الميداليه البرونز، انا كنت بلعب على البرونز، بس انا كنتش مبسوطه لان انا كنت دايما بجيب اول في كل بطولاتي، حتى اولمبياد الصين اللي هي الشباب جبت فيها اول. فما جبت ثالث فلقيت كله بقى مبسوط وبيهيص، قلت لا يبقى دي حاجه كبيره. فقعدت اهيص معاهم. لا هو اللي ضايع. اولمبياد باريس انا كنت رايحه حاطه يعني هدفي على الذهب، وكانت ارقامي تسمح لي ان انا اجيب ذهب. فلما يعني ما حصلش توفيق وجبت الفضه، انا كنت عماله اعيط جوه وزعلانه، فكله داخل مفكر ان انا بعيط عشان انا جبت الميداليه. لا انا بعيط عشان انا مش عايزه فضه، انا عايزه ذهب. بس لما طلعت بقى على المنصه واول ما مسكت الميداليه في ايدي، لا يعني الموضوع اختلف الصراحه. بص انا زي ما كل شويه بقول ان ايا كان لون الميداليه اللي انت كسبتها ده فضه برونز، هي ميداليه اولمبيه. فشعورها اساسا لوحدها في حد ذاتها بقى انت لا يختلف تماما. بالظبط بيختلف تماما عن اي حاجه تانية. ناس كتير قوي كتبوا كومنتات يا عم دي لمسه، اللي هي اللمسه لو ما افرض اللمسه ما كانتش جت، بس هي جت. ما هي بالظبط هي عشان انا جبت ميداليه. كان في حاجات كتير زي ما الناس قالت، كان في ثبات، كان في تركيز، كان في انت واخد قرار انت هتخلص تجيب اللمسه دي ازاي. بس خلي بالك الميداليه الثانيه هتبقى اصعب من الاولى أكيد. هيبقى يعني انت في البدايه ما يعني توقعات يعني يمكن زي ما كنا بنقول ان احنا كمان حظنا ان احنا كان لعبنا في الاخر، وان احنا شايلين العلم في الاول البتاع في اول البعثه في حفل الافتتاح. فكانت التوقعات كبيره، بس
الفكره بقى في ان انت تقدر تحول يعني الضغوطات والحاجات دي كلها بالظبط. الموتيف ان هو يخليك انت عايز تحقق فعلا الميداليه، او تخلي الناس دي فعلا مبسوطه، وان هي الثقه اللي هي حطاها فيك دي يعني الثقه في محلها، فاهم؟ فزي ما بقول لك يعني الميداليه الثانيه دي تاكد ان انت يعني اسطوره في اللعبه دي وتستحق، وان هي عمرها ما كانت بالصدفه، ولا عمرها ما كانت. انا جاي لكم في الطريق، خلي بالظبط. بالك انا جاي جاي لكم في الطريق. نبقى الثالثه بقى ان شاء الله ان شاء الله يعني احنا الثلاثه في لوس انجلوس، تبقى الميداليه الثانيه لمحمد والميداليه الثالثه لساره والميداليه الثالثه ان شاء الله دي. ان شاء الله. هل في يوم اخترت فيه انك تبطل رياضه، وايه اللي خلاك ترجع في قرارك؟ هل انت فكرتي اصلا في القرار ده قبل كده؟ فكرت موسمين. انا فكرت ساعه الوقت؟ لا اولا قعدت بعد ريو، انا بطلت بعد ريو، قعدت سنه ما بتمرنش خالص، ده كان بسبب ثالثه ثانوي طبعا. فقلت لا، انا جبت ميداليه بس برضو الدراسه مهمه، ولقيت يعني الدنيا صعبه شويه، فلا وقفت خالص. بس ساعتها الصراحه انا ما كنتش بفكر في الاعتزال، يعني انا كنت مبطله علشان اخلص الثانوي وبعدين ارجع. انما الفتره اللي انا فكرت فيها بقى كان يعني لما الاتحاد اتوقف وشفت ارقامي في طوكيو، يعني ارقامي ناس اقل من الارقام بتاعتي جايبه ذهب، فالموضوع اثر في نفسيتي، يعني كنت مكتئبه جامد، وكان الموضوع مأثر عليا، والموضوع كان صعب قوي عليا. خلينا برضه ننتهز الحته دي ان احنا نشكر الراعي، عشان مثلا ساره بتقول انها بطلت سنه ونص ورجعت تاني، بس راعي زي البنك الاهلي وثق فيكي ان انت بعد سنه ونص اخدوني على طول، على فكره مضوا معايا على طول اول ما رجعت. بعد سنه ونص مبطله الراعي وثق فيكي، ولغايه ما فضلتي مكمله وجبتي ميداليه. برضه جندي بكل الاصابات اللي هو مر بيها فضلوا معاه وما سابوهوش لغايه برضه ما حقق الميداليه، وانا نفس الكلام. طبعا احنا من غير البنك الاهلي ومدينا سبورت كبير قوي طبعا. انا رجعت من الايقاف، وان انا كنت معتزله وكده. انا مضيت على طول مع البنك، يعني هم ما استنوش ان انا اجيب انجاز الاول وبعدين يمضوا معايا، لا هم مضوا معايا على طول، وبعدين جبت صانع الابطال يا جماعه، سافر البنك بقى